وين اكو بالاسلام؟ هسه ما يخالف انت تطبر على الامام، ده انطيني امام بعد الامام الحسين طبر، انت مو احن على الامام من الامام. يا بدي تعطيني مجال. طيب ما تعصبش بس علشان صحة حضرتك، محتاجين اللي زيك كده. يعني لو حضرتك مت مين اللي هيشرك بالله؟ قصدي مين اللي هنبينه من هؤلاء؟ اتفضل اعطيني صفة لله لا يملكها عليك. ما معصب والله. يا اخي خلينا نعتبر اهل البيت الحين مو معصومين، ليش الله عطى صفاته حق انبيائه؟ منها شفاء المرضى، منها احياء الموتى. شلون؟ يعني كل صفات الله اعطاها لآل البيت. زين، وحسناتها على قولتك ال 100 مليون حجه. اعوذ بالله يا احمد، اعوذ بالله، رفعت ضغطنا يا ربنا يسامحك. اعوذ بالله، 100 مليون حجه و100 مليون عمره ليه يا عم؟ من شك يعني يا احمد انت في عقر الكويت الان وتكفر ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا احمد. يعني انت في الكويت الان، انا مش هظهر رقمك يا احمد ولا شيء، لكن انت في الكويت الان ومن شك في كفر اعدائنا فقد كفر. وانتم تعتقدون ان عمر هو الذي كسر ضلع الزهراء وهو عدو هو والصحابه، فتكفر الصحابه وآل البيت يا احمد. هو الله والله هو علي. علي هو الله والله هو علي بن ابي طالب. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. انت الشيخ احمد؟ انا احمد، لا تسكر لا تسكر، انا بناقشك. انت الشيخ احمد الكويتي؟ انت الشيخ احمد اللي من الكويت؟ اقنعني انا مش هقدر اقنعك، انت قوي قوي يا شيخ احمد، وكل ما بتتصل بتحرجنا باسئلتك المدمره. على سؤالك اللي تو قلته. ما انا بقول لك انا ما اقدرش عليك يا شيخ احمد، انا ما اقدرش عليك يا شيخ احمد. انت انا مو شيخ، انت ليش قاعد تقول عني شيخ؟ ليش تقول عني شيخ؟ انا كمان مش شيخ يعني بكل هذه الاسئله يا احمد. ده انا قعدت معاك ساعه الا ربع المره اللي فاتت، ما قلت لي ان بني هاشم ليسوا من آل البيت، وآل عقيل ليسوا من آل ابي طالب ليسوا من آل البيت، وزوجات النبي ليسوا من آل البيت، وابناء عم النبي ليسوا من آل البيت، وما فيش الا علي وفاطمه والحسن والحسين فقط، والتسعه من ابناء الحسين من آل البيت. وقعدت تلف في دايره مغلقه واقول لك هات لي دليل من القران لا، من السنه لا، طب اجيب لك دليل من كتب الشأن دول من آل البيت برضه، يعني مغلق خالص. عموما النهارده تفضل يا احمد، سل عما بدا لك، فبفضل الله تبارك وتعالى استطيع ان اجيبك عما تريد. تفضل ان شاء الله. شوف انا بالعكس ترى للعلم، انا ترى هم ابحث واسمعك واسمع حتى حق الشيعه الشيوخ سواء يعارضون فكر ياسر الحبيب والشيخ امير القريشي هم اسمع. اول حاجه اسمه السلقلقي ياسر الخسيس، وهذا الملعون كان بيطعن في حكومه الكويت على فكره، فالمفروض انت راجل في الكويت تحترم يعني البلد التي تسكن فيها، ولا تجيب سيره هذا السلقلقي الزنديق الا بالخسه الذي كان يطالب بعمل مظاهرات في الكويت وما شابه ذلك، فده انسان خسيس. وامير القريشي كفر الشيخ صباح الاحمد ما مات وقال لك هذا واحد ملعون كافر، وانت تعرف، فالمفروض ما تقولش عليه شيخ. ومش عشان الشيخ صباح او لا، ده دول بيكفروا بالقران وبيطعنوا في الاسلام وبيطعنوا، فدول ليسوا من الشيوخ. قول الصنمي امير القريشي، الزنديق ياسر الخسيس. عموما سال سؤالك تفضل. انا اختلف معاهم بعض الامور طبعا، هذا شيء طبيعي، انا ما اسلم عقلي 100%، ولكن قلت صفات الله اللي عطاها حق اهل البيت. عطني صفه واحده، انا بقول لك يا اخي خلينا نعتبر اهل البيت الحين مو معصومين، ليش الله عطى صفاته حق انبيائه؟ منها شفاء المرضى، منها احياء الموتى. شلون؟ يعني كل صفات الله اعطاها لآل البيت. انا لا تغير سؤالي، مو هذا اللي انا قلته. ما انا قلت لك يا الله عطى من صفاته حق انبيائه. طب حتى عندك لا، الله لم يعطي صفاته لانبيائه. الله سبحانه وتعالى صفاته العلى له سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء، لكن الله ممكن يعطي بعض انبيائه معجزات لاثبات نبوتهم على اقوامهم، كإحياء الموتى، كعصا موسى. يعني السحر كان منتشر في قوم ما فيرسل إليهم ذلك، الطب كان منتشر في قوم فيرسل إليهم إحياء الموت، وهكذا. نرجع لموضوعنا تاني. أنت الآن يا شيخ أحمد أو يا اللي مش شيخ أحمد بتدي صفات الله تبارك وتعالى، كل صفات الله للإمام، بدليل أنك لا تعجز الآن أن تأتيني بصفة لله لا يملكها الإمام. ائتني بصفة لله لا يملكها الأئمة. لو سمحت بس لا تقصر علي، خلينا نتناقش كذي عشان لا ننسى. ممكن؟ طيب هيبقى عندك صفة لله ليست للأئمة؟ اي طبعا، ان الله ليس كمثله شيء. طيب خليك معايا ثانية واحدة كده، هسمعك دلوقتي معمم بيقول لك الأئمة ليس كمثلهم شيء. سمعتها. يبقى ما تقوليش انت سمعته من الفيديو اللي كنت مشغله اللي قبله، بيقول لك ان الائمه ليس كمثلهم شيء، فما تجيش انت وتقول لي الله ليس كمثله شيء، فالائمه ليس كمثلهم شيء. ائتني صفه، مش هتلقى. الاماميه الاثنى عشريه يعبدون ال البيت. اخلص كلامي.
ما راح نوصل حق نهايه اذا انت تتكلم وانا اتكلم. خليني اتفضل. اتكلم، اسمعني ود علي اتفضل. اذا ممكن. اتفضل. انا ترى ابي اعرف الصدق، يعني عادي ماكو مشكله. تمام. اتفضل. نص الحديث ان الله خلقنا من نوره، صح؟ لا مو صح. ونور الله ليس كمثله شيء. لا ما في نص حديث ان ربنا خلقنا من نور. لو سمحت وانا كشيعي باعتقادي بكتبي بايماني انا ان فعلا هالشيء عندي عند اهل البيت. لما تيجي تناقشني ناقشني بكتبي. هل نفوا كتبي مع اهل البيت هالشيء؟ لا. بعدين انا اذا بناقشك يا اخي خلاص انا بعتبر اهل البيت غلط والسنه هم صح، عطني دليل بهالشيء. انت قلت كما وجدنا هكذا ابانا يفعلون، وقلت ان هم وسيله، صحيح، والله ذكر بالقران وابتغوا الي الوسيله. تفسير السنه الوسيله هي الصلاه والصوم والعباده. تفسيري انا بكتبي اللي انا مؤمن فيها الوسيله هم اهل البيت والصلاه والعباده والصوم. رد علي من كتبي. طيب ارد عليك. اي تفضل. طيب اول حاجه خلينا ارد باخر حاجه. انت كمان يا احمد بتقعد تقول لي كتبي يا احمد، هي كتب مدرسه رايح بيها المدرسه؟ حتى كتبك انت ما تعرفش. ها هو نهج البلاغه يا احمد اللي يقول علماء الشيعه سنده كالمصحف اللي هو خطب امير المؤمنين، ما قالكش توسل بآل البيت. بتقول لي انت عندك في كتبك الوسيله يا رامي عيسى هي الصلاه والزكاه والحج، لكن في كتبي ما فيش كده. حاسسني في كتبي. خد يا احمد من كتبك اهو دي. ومن خطبه له عليه السلام، الخطبه رقم 110، قال الإمام علي سلام الله عليه ومن خطبة له عليه السلام. خليك معايا يا أحمد معلش. ومن خطبة له عليه السلام قال الإمام علي في خطبة له كما يقول علماء الإمامية الاثنى عشرية. ومن خطبة له عليه السلام أهو. معلش ثواني أهي. ومن خطبة له عليه السلام في أركان الإسلام في كتاب في نهج البلاغة، إن أفضل ما توسل به المتوسلون هم آل البيت. لا، إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله والجهاد في سبيله، فإنه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص، فإنها الفطرة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة، وصوم شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب، وحج بيته واعتماره. ما قالش التوسل بآل البيت يا أحمد أهو. فدي أول حاجة أهو يا أحمد بتبين لك إن وجدنا أباءنا على أمه، إن أفضل ما توسل به الإمام علي قال لك الوسيلة هي دي. ردك اتفضل. أوكي. أول شيء أنت تقدر تصلي صلاتك بدون لا تصلي على محمد يا عم أحمد ما تغيرش الموضوع بالله عليك يا أحمد، ما ترفعش ضغطنا وتغير الموضوع. أنت قلت لي اثبت لي الوسيلة من كتبي كما أنت تقول من الصلاة والزكاة، أثبتها لك اهوت من كتبك من نهج البلاغ. أنا مالي ومال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي النقطة الأولى. مش عندك إجابة قول لي ما عنديش إجابة. لا عندي فضل. عندي إجابة. فضل. عندي بس أنت ما خليتني أكمل. افضل. الصلاة عند الشيعة وعند السنة ما تكتمل ولا تنقبل إلا لما تصلي على محمد وآل محمد، صح؟ والصوم افضل ما توصل به. يبقى يا احمد بس خلينا علشان انا عارف انت عايز والله الله يشرح صدرك يا احمد الحق، بس ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فانا عايزك تغير من نفسك يا احمد. مش كل ما اديك حاجه اهرب منها ازاي، الفلها ازاي. انا مالي ومال الصلاه على ال البيت دلوقتي يا احمد. اللي بيقول لك اهو ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله الصلاه والزكاه والحج، فتقول لي الصلاه واحنا بنصلي في الصلاه على محمد وال محمد. مرجعك صادق الشرازي قال لك الصلاه لا تبطل اذا لم تصلي على محمد وال محمد، بالله واشرب ميتها. تاني حاجه دلوقتي قال لك الصوم هي بنصوم لمحمد وال محمد، برضو الحج بنحج لمحمد وال انا نسيت. انتوا عندكم كما في كتاب السير نور في السير الى نور السير في القبر الى السير لا نور العين في السير إلى قبر الإمام الحسين. كل الكتاب بيتحدث عن الحج إلى قبر الحسين، ومن حج إلى قبر الحسين كتب له 2 مليون حجة و2 مليون عمرة ليقف يوم عرفة إلى قبر الحسين. ده رقم 2. فهتحجوا ممكن تحجوا لغير الله تبارك وتعالى. أنت لن تستطيع أن تبينه أفضل ما توسل به المتوسلون. لم تستطيع تأتي من القرآن أو من السنة على أنه الأفضل أن نتوسل بآل البيت. ما عجزت مش عرفت تجاوب. قلت لي الله خلقنا من نور، اثبت لي بخلاف ذلك. لا يا حبيبي، الله خلقنا من طين، والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم. عندك دليل النبي خلق من نور؟ هات القرآن بيقول لك إنما هو بشر مثلنا. مثل يعني خلق من ماذا؟ يعني أصلنا خلقنا من الطين ليس من النور. ده رقم 2 أجبت لك عليه. بتقولي ناقشني من كتبي، جبت لك من كتبك اهوت. مش عايز تقبل منين يا أحمد؟ نرجع ونقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم إيه يا أحمد؟ أنت ماشي أتكلم؟ اتكلم.
اول شيء على الموضوع الحج، احنا نحج لبيت الله تعالى، وزياره الامام الحسين تعادل بفضلها زين وحسناتها على قولتك ال 100 مليون حجه. اعوذ بالله يا احمد، اعوذ بالله، رفعت ضغطنا يا ربنا يسامحك. اعوذ بالله، 100 مليون حجه و100 مليون عمره ليه يا عم؟ يبقى خلاص ايها الكريم، ايها المشاهد الكريم، يا عم اروح اقف في عرفه ليه واحج ليه يا عم؟ ما انا لو رحت يوم عرفه وقفت عند قبر الحسين يكتب لي 100 مليون حجه زي ما احمد بيقول لك. هي روايه 100 مليون بس هو خلاها 100 مليون. 100 مليون حجه ولا 100 مليون عمره زي ما احمد يقول لك، واروح اقف عند قبر الحسين يكتب لي، اروح اقف في عرفه مع الحجاج يكتب لي حجه واحده فقط؟ لا، طب ما انا اروح هناك يكتب لي 100 مليون حجه و100 مليون عمره. خلاص بقى، عشان كده هيموتوا ويصرفوا الناس عن الحج لبيت الله الحرام، ويصرفوهم الى الحج الى قبر الحسين عياذا بالله. يا حبيبي يا حبيبي، انا اللي قلت لك اياه، قلت لك نفس ما انت تقول ان 100 مليون، هذا رقم واحد. رقم اثنين، انت ما خليتني اكمل. رقم ثلاثة، يا اخي خلاص انت مو تقول اعوذ بالله من فكري، يا اخي اقنعني. تكسب فيني اجر. اقنعك منين؟ ما انا قاعد اقرا عليك القران. لا تكسب فيني اجر يا اخي، انا مينون، اقنعني. ما والله النبي ما اقنع ابو جهل وابو لهب صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنع اتاهم بالادله على ربوبيه الله تبارك وتعالى، بالادله على نبوته برضه ما كانوش مش عايزين يقتنعوا. يعني نعمل ايه بقى؟ مش عايزين يغيروا يا احمد. انت لو جبت لك مليون رامي عيسى مش هتقتنع خلاص. شوف انت تبي تسمع صوتك بس ما تبي تسمع صوت يا ثاني. عم بقى سمعنا صوتك اهوت يا احمد، اقنعك انا قاعد اقول لك يا اخي الحين انت مو قاعد تقول الشيعة غلط صح؟ نعم. حلو. انزين انا يعني ما يخالف، اخذني على قد عقلي، اعتبرني عيل واخذني على قد عقلي. شنو يخليني يعني اهد تمسكي بالنبي وآل النبي زين واروح حق ناس مو من نسله؟ انا ما قاعد اطعن هني، ولكن عطني دليل. انا اللي اعرفه المذاهب الاربعه عند السنه كان اساس من اللي درسوهم الامام جعفر الصادق. ما شاء الله درس فليش الاربعه؟ اهد المعلم واروح حق الطالب؟ طيب اقول لك بالله عليك، الامام جعفر درس ابو حنيفه النعمان لولا سنتين لهلك النعمان، درسوا تحريف القران. الامام جعفر، وحاشا لجعفر الصادق رضي الله عنه البريء رحمه الله، الامام جعفر الصادق كان بيقول ومن يطع الله ورسوله. شوف قال ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكلام في كتاب الكافي عن العدة عن احمد بن محمد البرقي عن ابي عن علي بن اصبط عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبد الله ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم وسلموا للامام تسليما او اخرجوا من دياركم رضا له ما فعلوه الا قليل منهم ولو ان اهل الخلاف فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم اشد تثبيتا. هكذا نزل في المصحف بتاعكم اهو في كتاب فصل الخطاب. كان بيعلمهم تعريف القران ولا كان الامام جعفر الصادق بيعلمهم المتعه بالبكر بغير اذن وليه كما في كتاب التهذيب، تهذيب الاحكام للطوسي كده؟ شفتوا البغل قد ايه؟ بصوا في كتاب تهذيب الاحكام كان بيقول لهم ايه؟ لا باس للبكر ان تتمتع. فكان بيقول لابو حنيفه يا ابو حنيفه تمتعوا بالبكر بغير اذن وليها. ولا كان بيعلمهم الامام جعفر الصادق في كتاب 500 ايه ان الامام علي هو امير النحل. ولا كان بيعلمهم الامام جعفر الصادق كان بيعلم الائمه الاربعه، كان بيعلمهم ان اسماء الله الحسنى هم محمد وال محمد. ولا كان الامام بيعلمهم بيقول لهم علي بعير، علي هو الجبل المخشوش. خلي بالك عشان هعمل حلقه عن شيرازيه الكويت، انا كنت مرتب لها والله امبارح بس حصل لي مشكله، واجيب لك شيرازيه الكويت واجيب لك ياسر الخسيس السلقلقي وبيقول لك الامام علي بعير، بيقول لك وكان يقاد كما يقاد البعير وبيعيط كده تعييطه نسوانيه كده زي ولاء الحبيب اخته. المهم كان بيعلمهم ان الامام علي يقاد كالجمل المخشوش. ولا كان بيعلمهم ان الامام علي هو الذي رفع ادريس مكانا عليا وهو الذي انطق عيسى في المهد صبيا كما في كتاب مشارق انوار اليقين. ولا كان بيعلمهم كما في كتاب مفاتيح الجنان لعباس القمي يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. والله يقول في القران وما النصر الا من عند الله. والله يقول في القرآن فسيكفيكهم الله. فأي علم الجعفر الصادق ورضي الله ورحم الله جعفر الصادق فهو بريء من معتقد الإمامية الاثنى عشرية يا أحمد. جعفر الصادق رحمه الله بريء من هذا الدين. أي ما يخالف، بس أنا أعرف أن الإمام جعفر الصادق قال من شك في كفر أعدائنا فقد كفر. شنو قولك باللي عادوهم؟ لا من شك في كفر اعدائنا لو سمحت انظر. لا ما يصير انت لا 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 الله حلوه يا الله اعملها لطميه بالله عليك. لا 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 اعملها لطميه بقى ولا اعملها نغمه للجوال عندك. من شك يعني يا احمد انت في عقر الكويت الان وتكفر ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا احمد. يعني انت في الكويت الان، انا مش هظهر رقمك يا احمد ولا شيء، لكن انت في الكويت الان ومن شك في كفر اعدائنا فقد كفر. وانتم تعتقدون ان عمر هو الذي كسر ضلع الزهراء وهو عدو هو والصحابه فتكفر الصحابه وآل البيت يا احمد.
تبي تسمع؟ انت تكفر الصحابه وقال اتكلم كلمتين وبتقاطعني ولا بتخليني اخلص؟ لا بسمع منك. بتكفر الصحابه يا احمد؟ ما راح تقاطعني، راح تقاطعني صح؟ لا مش هقاطع. بتكفر الصحابه؟ اولا رقم واحد المرجع الشيرازي انا مو من اتباعه، هذا رقم واحد، وانا احترمه واجله كعالم، هذا رقم واحد، لا تقاطع. رقم اثنين، انا كشيعي بالفكر الشيعي بالبحث لما ادور ما عندي كتاب 100% صحيح، فانت لما تحتاج علي باي شيء انا مو قاعد اقول لك راح اسفه اي شيء انت تقوله، ولكن اقدر اقول لك ان انا عندي كل شيء يؤخذ ويرد، مو نفسك انا ما عندي سالفه خلاص. انت بتكفر الصحابه يا احمد؟ انا ما قلت لك انا شنو قلت لك؟ ايوه كده اللي اسلمك مباحث ايوه ورب الكعبه بتكفر الصحابه يعني. بس دي مش مشكلتي، ده اعتقادك، لكن ليس لا اقصد اذيتك ولا شيء. لكن انت ما قلت دلوقتي روايه من شك في كفر اعدائنا فقد كفر، وانت تظن ان الصحابه هم اعداء لآل البيت، لكن والله الصحابه ما كانوا اعداء لآل البيت. الصحابه اللي ربنا سماهم في القران بالصادقين، الصحابه اللي ربنا سماهم في القران بالمفلحين، الصحابه اللي الله سبحانه وتعالى اثنى على من اتبعهم ووعد من اتبعهم بالجنه. قول لي تريد ايه وانا اثبته لك؟ انت بتقول لي اثبت لي يا رامي، تريد ايه وانا اثبت لك؟ اسمعني، انا اللي قلت لك اياه ان هم في اقوال عن الامام جعفر الصادق قال من شك في كفر اعدائنا فقد كفر. ليش انت ذكرت هالاشياء ما ذكرت كل اللي مش مهم. انت ما قلتش في اقوال عن الامام جعفر الصادق، لا انت قلت والامام جعفر الصادق قال. مش مهم يا احمد، مش مهم. راجع كلامي والله ما قلت في اقوال عن الامام جعفر. راجع كلامي. لا مو مش مهم، راجع كلامي. قلت لك وهم الامام الصادق قال من شك في كفر اعدائنا فقد كفر. انا هذا اللي قلته. المهم يا احمد تفضل، تريد ايه يا احمد؟ لا انا كان الحين قاعد اقول لك يا اخي ناقشني بهالشيء. انا شو اللي يخليني اهد محمد وآل محمد اللي انا معتقد فيهم واعتقد بشيء ثاني؟ يا احمد ما دي مصيبه. ما هو النصارى بيزعموا برضه ان هم متمسكين بالمسيح وبيعتقدوا ان هم متمسكين بالمسيح، وانت بتعتقد انك متمسك بمحمد وآل محمد وعيسى عليه السلام يتبرأ منهم، واللي عبدوا العزير يتبرأ منهم، وبرضه والله العظيم آل محمد هيتبرأوا منكم يوم القيامه، اقسم بالله. اثبات ان انتم بتطلبوا منهم الشفاء والرزق والاحياء والاماته، اثبات ان انتم بتكذبوا عليهم وتاكلون وتاخذون منهم دين بخلاف دين الاسلام، وتقولون لهم سنه، وتقولون معصومين، وتقولون يتحكمون في الكون، وتقولون انهم يكفرون الصحابه، وتقولون انهم يعادون الامه. كنتم خير امه اخرجت للناس، لا كنتم خير ائمه اخرجت للناس. هو انت عندكم حاجه صحيحه اصلا يا احمد؟ انتوا دينكم كله باطل يا حبيبي، الله يشرح صدرك. شلون؟ زين لو سمحت، انا قاعد اقول لك انا عندي اقوال اهل البيت على تفسير وابتغوا اليه الوسيله، قالوا نحن الوسيله. فين بقى؟ ما انا جبت لك التفسير اهوت. الامام علي قال يا حبيبي انت جبت لي تفسير الشيعه ولا جبت لي تفسير السنه بالموضوع؟ لا انا جبت لك تفسير الشيعه اهوت يا حبيبي. انا جايب لك تفسير الشيعه اهوت، جايب لك تفسير الامام علي. الامام علي قال ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه وتعالى ايه بقى؟ قال ايه؟ الجهاد رقم 1، الجهاد 2 الصلاه، 3 الزكاه، 4 الصوم، 5 الحج، بس مش حج لقبر الحسيني لا، وحج البيت واعتماره. فده اللي الامام علي سلام الله عليه قاله يا احمد، ما قالش انك تتوسل بآل البيت. طب بالراحه خالص خلينا نحلها مع بعض. آل البيت كانوا بيتوسلوا بآل. رديت عليك بموضوع الصلاه، وهذا مو تفسير الايه. طب احمد معلش اسمعني زي ما انا بسمعك، ممكن اسالك سؤال؟ انت ما سمعتني. طب هسمعك يا احمد. الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. فده خطاب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين. طلع لي تفسير الشيعه فيها يا عم اسمعني، مش المفروض تسمع؟ طلع تفسير الشيعه ما خلصتش كلامي يا احمد. طلع تفسير الشيعه بالآية. يا عم بقرأ الآية ما خلصتش كلامي، اسمع بس. اوكي خلصها وطلع تفسير الشيعه. طب اسمعني بس. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، فعل امر اهو. الله سبحانه وتعالى بيأمر الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. فنحن نعتقد بان الائمه سلام الله عليهم مؤمنين. فما هي وسيله الائمه؟ اما لو قلت لي الائمه لا يتوسلون يبقى مش مؤمنين، لان ربنا امر فيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. واما تقول لي لا مؤمنين وكانوا يتوسلون بشيء. تفضل، ما هي وسيله الائمه؟ تفضل. طلعت التفسير؟ ما هي وسيله الائمه؟ تفضل. طلع لي. عارف انك هتهرب ورب الكعبه، عارف انك هتهرب يا احمد، عارف انك لا تستطيع ان تثبت، لان الائمه كانوا يدعون الله مباشره. والحسين في كربلاء لم يتوسل بجده محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتوسل بابيه علي رضي الله عنه، ولم يتوسل بالحسن. فعارف انك لابد تهرب. ما هي وسيله الائمه؟ اوكي طلع لي التفسير. ما عنديش تفسير. ما هي وسيله الائمه؟ ما عندك تفسير تحتاج علي. ايوه ما هي وسيله الائمه؟ تفضل. تقدر تحتاج علي بدون تفسير؟ ما هي وسيله الائمه يا احمد؟
طلع التفسير. خلاص مش هيجيب. بقول لكم، قلت لكم من بدايه البث لن يستطيع ان يجيب احمد، يعجز عن الاجابه احمد. ليه؟ مش انت بتقول انك بتتبع الائمه يا احمد؟ مش بتقول انك بتتبع الائمه يا احمد؟ اثبت لي ان الائمه كانوا يتوسلون الى الله تبارك وتعالى بالذوات كما انتم تفعلون. كانوا بيتوسلوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيتوسلوا بالقبور والاضرحه، وكانوا يسجدون للقبور. لن تستطيع. نحن اتباع الائمه، نحن اتباع الباقر والصادق والجواد والرضا والهادي، نحن اتباع الحسن العسكري، نحن اتباع علي والحسن والحسين، نحن اتباع ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما سجدنا لغير الله وما طلبنا من غير الله، ووحدنا الله وتمسكنا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما تمسك آل البيت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هديك صدمة يا أحمد، صدمة لكل شيعي عاقل. هل تعلم أيها الشيعي العاقل ما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ وصى بالإمام علي، وصى بآل البيت. لا لا لا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالتمسك بآل البيت. وصانا بآل البيت، ولكن ليس التمسك الدين منهم، لا، وأذكركم الله في أهل بيتي. لكن وصية النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الإمامية الاثني عشرية هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلينا نشوف مع بعض كما عودناكم هذا كتاب الاحتجاج لشيخهم الطبرسي في المجلد الثاني صفحة 246. فقال أبو جعفر، ثواني كده يا إخوة، بصوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: قد كثرت الكذابة وستكثر بعدي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به، وما خلف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. إيش رأيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإيه؟ بأن احنا نتمسك بالكتاب والسنة ونعرض كل شيء على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأئمة كانوا يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم، بكتاب الله وبسنة النبي. ونحن أهل السنة والجماعة نقتدي بالأئمة ونتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان معكم الشيعي أحمد من الكويت. أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام عيسى، ليش تغلق الخط؟ نتحداك الآن يا ضيفنا الشيعي أن تأتينا بصفة لله لا يملكها علي بن أبي طالب. تفضل. هل تعبد الله خوفا من النار أم طمع بالجنة؟ بس جاوبني وأنا جاوبك. طيب، أعبد الله امتثالا لأمره تبارك وتعالى، فاعبدوا الله مخلص، هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه، هو الحي لا إله إلا فادعوه مخلصين له الدين، والدعاء من العبادة. وأيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعلمت أن الله سبحانه وتعالى خلقني لعبادتي فامتثلت لأمره خوفا من عقابه وطمعا في رضاه وفي جنته. أجبتك. انت الان اتحداك امام علماء الشيعة، وده الاتصال الثاني امام الجمهور سنة والشيعة، وانت شيخي عند الشيعة. اتحداك انك تأتيني بصفة لله لا يملكها علي بن ابي طالب، لاني انا اتهمك انت وعلماء الشيعة انكم ترون ان علي رضي الله عنه هو الله، فاعطيني صفة لله لا يملكها علي بن ابي طالب. تقدر؟ تفضل. لا، الله أكبر. يعني كل صفات الله لعلي رضي الله عنه كما أقرت في الاتصال الأول. أتحداك وهفضل ماسكك كده لحد ما تأتيني بصفة لله لا يملكها علي رضي الله عنه. تفضل. انطي مجال. أقول لك الشيعة يعتبرون علي بن أبي طالب عبدا من عبيد محمد. نعم، ولكن هو أفضل من محمد، لأن علي رضي الله عنه خلق الكون ومحمد من الكون. تعرف تكفر أمير القريش ما قال علي خلق الكون، أو تكفر علاء المهدوي ما قال ما يطي مجال. انتبهوا، ما يطي مجال. رامي عيسى يعبد الله خوفا من النار. شفت رجع لإيه تاني؟ نعم، أنا أعبد الله امتثالا لأمره لأنه أمرني بعبادته، وأنا أخاف منه من عقابه إن عصيته في عدم عبادته، وطمعا في جنته كما أبين لنا ذلك في كتابه الكريم. أتحداك، أجبتك. أتحداك أنت الآن أمام الجميع اللي عايز تغير الموضوع، اعطيني صفة واحدة لله. تاني اتصال ليك يا حجي. يعني أنت كيف المعممين لا يعقلون؟ صفة لله فقط لا يملكها علي بن أبي طالب. تعرف صفة واحدة لله. يعطينا مجال. اتفضل. ما بعدك مجال ما بتجاوبش يا عم المعمم. اتفضل.
يا بدي اعطينا مجال. طيب ما تعصبش بس علشان صحة حضرتك، محتاجين اللي زيك كده. يعني لو حضرتك مت مين اللي هيشرك بالله؟ قصدي مين اللي هنبينه من هؤلاء؟ اتفضل اعطيني صفة لله لا يملكها عليه. ما معصب والله. اتفضل يلا. ما معصب والله، بس اعطينا طب هات صفة لله لا يملكها عليه. بس اهدأ شويه. هات صفة لله لا يملكها عليه. ما بهدأش مع المشركين، معلش يعني مع هؤلاء اللي بيعبدوا غير الله بيبقى عندنا حرارة كده. ازاي انسان بعقل يعني وبيديه مش ما بيمشيش على 4 رجول وبيعبد غير ده؟ حتى البهيمة اللي بتمشي على 4 رجول والله بتعبد الله. انتوا ازاي يعني لا تشرك بالله؟ فانت ازاي بقى؟ اعطينا يا عم، مش انا اللي سبح بحمدي، اعطينا صفة لله لا يملكها عليه. اتفضل. قسما بالله انت ما تعبد الله. طيب شكرا. انا ما سالتكش انا، ولا سالته عزيزي المشاهد، انا سالته رامي عيسى بيعبد الله. انا عندك مشرك ضال. اثبت بقى للجمهور الان، لان الحلقه ان تثبتوا لنا ان علي رضي الله عنه لا يملك صفات. اثبتوا لنا ان الله له صفه لا يملكها علي بن ابي طالب. تستطيع امام الجمهور اثبت لنا صفه واحده فقط لا يملكها علي رضي الله عنه. انتوا عارفين ايها الجمهور الكريم، معلش خلينا وانت معانا كده يا حاج. شنو صفات الله؟ خليني بس. شفتم المعممين يا اخوه عاملين زي التعابين. ثعبان. شنو صفات الله؟ تعالى يا ثعبان، لازم تتمسك من راسك كده او نشدك من ديلك. يا عم هات لي يا عم صفه لله، انت اللي عارف صفات الله، اعطيني صفه لله لا يملكها عليه. شوفوا ايها الاكارم، ده في كتاب تفسير اسمه دوت تفسير العياشي في المجلد الثاني. بيقول لك ايه؟ بصوا معايا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العمل الصالح المعرفة بالأئمة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي التسليم لعلي. لا يشرك مع علي حد في الخلافة، يعني لا تشرك بالله، لا تجعل مع علي واحد تاني. اعطينا صفة لله يا معمم لا يملكها علي. رامي عيسى اعطيني مجال. لا مش هعطيك مجال، اتحداك الآن أمام الجميع. اعطيني صفة لله لا يملكها علي بن أبي طالب. المحدثات. اعطنا صفة لله لا يملك علي بن أبي طالب. هيظل هؤلاء المعممين، هيظل هذا الاتصال وصمة عار لكل شيعي يتبعك ولكل شيعي يمشي خلف هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم. نتحداك أمام الجميع الآن، اعطنا صفة لله لا يملك علي رضي الله عنه. تفضل. جيد، راح انطيك. انت تعرف الصفات المحدثة شنو؟ هات. لا هات صفة لله لا يملك علي بن أبي طالب. هات صفة لله لا يملك عليه. تؤمن بالصفات. شفتم؟ تؤمن هات صفة لله أيها المشرك، أيها الضال الوثني. هات صفة لله تبارك وتعالى لا يملك عليه ابن أبي طالب. كشفتم أمام الناس. الحركات اللي كنتوا بتعملوها على عوام الشيعة المساكين خلاص ما بقتش تمشي الآن. عقلاء الشيعة الآن فهموا هذه اللعبة، فهموا أنكم تعبدوهم غير الله تبارك وتعالى. كنتوا الأول بتقولوا ده احنا بنأخذ علي واسطة بيننا وبين الله، والآن كشف أن علي رضي الله عنه في دينك هو الله. يا إخوة يقولون أن علي هو الله كما رأيتم الآن، ولا يستطيعون أن يكفروا من يقول ذلك. هات صفة لله لا يملك علي بن أبي طالب. ليش ما تعطي مجال؟ هات صفة لله لا يملك علي بن أبي طالب. هات صفة لله لا يملك رامي عيسى ليش ما تعطي مجال؟ هات صفة لله لا يملك علي بن أبي طالب. انت ليش ما تعطي مجال؟ بصوا مش هيجاوب. بصوا بقى أيها الشيعي العاقل، أنا عايز أوريك حاجة وأنت معايا كده. بص يا شيعي عاقل، بص معلش، شوفوا من علي عند هؤلاء هو من. بصوا معلش خليكم معايا كده. روح يا عمي. علي بن أبي طالب هو الله والله هو علي هو الله والله هو علي بن أبي طالب. علي هو الله والله هو علي بن أبي طالب. قلت لكم والله شوية زنادقة مجرمين. اسمع تاني. علي هو الله والله هو علي بن أبي طالب. علي هو الله والله هو علي بن أبي طالب. لذلك احنا بنقول نتحدى هؤلاء أن يأتون بصفة لله لا يملك علي بن أبي طالب. تستطيع تأتينا بصفة لله لا يملك علي بن أبي طالب؟ تستطيع؟ يلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الإمام علي كما قال. أنا بقول لك اثبت لي صفة لله. أنت بتنفي عن الله. الله ليس كمثله شيء، لكن أنا بقول لك اثبت شيء لله، وهذا لله لا يملك علي بن أبي طالب. ومع ذلك المعمم محمد الحلو قال الإمام لا يوصف، الإمام ليس كمثله شيء. وخش عندي على قناة رصد المعممين هتلقى المقطع وهو بيتكلم عن قال الإمام لا يوصف، الإمام ليس كمثله شيء، الإمام نور الله الأعظم. أتحداك اعطينا صفة لله تثبتها لله، لا شيء تنفي عن الله، ليس كمثله شيء. أنت كده بتنفي عن الله. لا اثبت شيء لله لا يملكه علي. اتفضل. بس انطيني مجال. والله العظيم يا عم اتفضحت يا عم المعمم امام الناس كلها. اعطيناك مجال ما استطعتش ان تعطينا اي صفه لله.
ما تخلي واحد يحكي. اتفضل، هات صفه لله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هاي من الصفات لو لا؟ ايه اللي من الصفات؟ من الصفات. من الصفات. والله الله يطيح حظ العلم طيب التعب. شكرا. من الصفات ان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صح؟ واحده وانت طبعا سمع الله غير سمع البشر، وسميع وبصير، وبصر لا غير بصر البشر. اسالك سؤال، هل علي رضي الله عنه يسمعنا الان؟ وشوف انتبه ايها الشيعي العاقل من هذا السؤال، وشوفوا هيهرب ويقول لك ما تدي مجال، ما تعطي مجال. هل علي يسمعنا الان؟ اجب. السميع البصير. لا 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 اجب. بصوا مش هيجيب. هل علي يسمعنا الان؟ الا المرحله من الغباء. طيب شكرا. هل علي يسمعنا الان؟ ولك اي يسمعك. الله اكبر. شفتم؟ قلت لكم كل صفات الله عندهم. والله ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، ولا خمسه الا هو سادسهم. لا، علي معاهم. هو علي مش الله. هو علي مش الله. انتوا عندكم يا موحدون يا مسلمون ان الذي ما يكون من نجوى ثلاثه الا الله رابعهم، ولا خمسه الا الله سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. هو علي بن ابي طالب، فهو معنا اينما نكون. علي يرانا الان ويسمعنا وهذا المعمم المشرك، ويسمع الشيعة وبيشوف التعليقات الان في البث المباشر. ما تركتم شيء لله الا وجعلته لعلي بن ابي طالب. الحمد لله الذي عافانا من هذا الدين، الحمد لله الذي انعم علينا بنعمة التوحيد. نحن فعلا الذين نتعبد بليس كمثله شيء، فهو السميع العليم البصير، هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون. هل الله هو المدبر لهذا الكون؟ لا، وعلي مدبر عندهم لهذا الكون. لذلك مش عارف يجيب صفة لله لا يملكها علي بن أبي طالب. وهذا أيها الأكارم هو دأب المعممين في كل مكان. دأب المعممين هؤلاء المشركون اللي أخذوا الشيعة إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. شفتم أيها الأكارم هذا المعمم ماذا يقول؟ المعمم الآخر بصوا اسمعوا معايا، اسمعوا تاني ماذا يقول. علي هو الله. علي هو الله. والله هو علي بن أبي طالب. والله هو علي بن أبي طالب. علي هو الله والله هو علي بن أبي طالب. وسمعت للمعمم المشرك اللي معايا ده بقالنا 10 دقايق في المكالمة، سمعته ولم يستطع أن يأتي بصفة لله لا يملكها علي، لأنهم يعتقدون أن عليا هو الله والله هو علي. سبحانك، هذا بهتان عظيم. نعوذ بالله من هؤلاء المشركين ونعوذ بالله من شرك هؤلاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الاتصال حجة على كل شيء عاقل استمع إليه. أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش، سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك شيخنا؟ رمضان كريم. هلا حبيبي، رمضان مبارك علينا وعليكم. انا عارف انت اتصلت كثيرا عليكم وعلى أمة الإسلام. اتصلت كثيرا، معلش ما كنتش عارف اقبل، كانت الاتصالات كثيرة. اي عذرك، اكو لود على الاتصالات فانا هم عذرك. شفت الاخ عبد الزهرة سابقا اللي هو عبد الرحمن حاليا اللي اعلن هدايته الان؟ ايه جاي اسمع، انا جاي اشوف على البث وجاي اتصل. ما شاء الله. الحمد لله والشكر. يقول ان ما صلى صلاة اهل السنة ووضوء اهل السنة شعر براحة وطمأنينة جدا. اللهم بارك. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. شيخنا عذرا، شنو حلقة اليوم؟ حلقة اليوم كانت بعنوان ما هي الإنجازات التي قدمها الشيعة خلال 14 قرن من الزمان للإسلام؟ والله شيخنا هم مو 14 قرن، هم أقل صراحة. يعني كم؟ يعني يجوز 12، لأن هم بال1200 وبدأوا أعتقد على روايتهم من السفير الرابع بدأوا الأخبارية 900 سنة. صدقت. كانوا احنا ممكن نقول ذلك. اي يقدون على بس انا حسبتها بوجود عبد الله بن سبأ. وانا اعرف ان انت تنكر هذه القصه، لكن انا كنت عامل حلقه عنه وكنت جايب علماء الشيعة بيعترفوا به، فجعلته في الاول، وهو كان موجود في خلافه عثمان رضي الله عنه. لكن هو ممكن فعلا قولك راجح فعلا ان هم ممكن الاخباريه ظهروا في هذا الوقت. قول 12 قرن، ماذا قدموا؟ اي، لان هم الاخباريه 900 سنه، وكانوا يركزون على الاجتهاد وليس التقليد. يعني هو هذا المذهب الشيعي، يعني هي مشكله اذا انت تعيش القصه. انت شيخنا مرتاح قاعد هناك وعلى راحتك وتحكي. انت هسه احنا
بالنسبه لنا عايشين بنصهم، ونشوف عادات وممارسات وفالشغلات يعني جدا قبيحه، وما تقدر تحكي يعني ما تقدر تسولف وياهم ولا تقنعهم. يعني شخص قافل يصعد على يصعد المعمم على المنبر، اللي يتكلم به ياخذ معلوماته من المعمم. يابا اقرا عوفك من المعمم، يعني المعمم الله سبحانه وتعالى انطاه عقل وانت ما انطاك عقل. ثاني شيء هو هذا المذهب شيل من عنده ركيزتين ينهار انهيار شامل، العصمه المزعومه الكونيه وكسر ضلع الزهراء. اذا شلتهن ذني من المذهب غير اوتوماتيكيا المذهب ينهار. ما عندهم شيء جديد، هم مكلبين بذني، لان ذني اذا شلتهن من المذهب اوتوماتيكيا المذهب ينهار. يعني شيء جديد هم، وشغلتهم كلها خزعبلات. وثاني شيء هم هسه عندهم هاي الشعار اللي يسموها شعار حسينيه. ماكو شيء اسمه شعار حسينيه، الحسيني بريء منها لله. هو الشعار ماكو شيء اساسا اسمه شعار حسينيه، الشعار لله. من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هذا اللي جاي يسوونه ترى موروث اجتماعي. هاي طقوس، قعد لقى ابوه وجده يلطم وابو جده يطبر، فهو هم قام يطبر. وين اكو بالاسلام؟ هسه ما يخالف انت تطبر على الامام، انطيني امام بعد الامام الحسين طبر، انت مو احن على الامام من الامام. احسنت ما شاء الله. خلي يشوف الامام اللي قدامي يطبر عمود انا اطبر. زين انت ليش تبتدع؟ هاي البدع منين جبتوها؟ انا ما لي علاقه بالطقوس، خلي تكون طقوس، مرات اكو طقوس جيده ناخذ بها، بس انت ما تحول لي الطقوس اللي هي موروث اجتماعي الى شعائر جهه اصوليه عقائديه. هنا اقول لك اوقف، هاي بدعه، وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. انت تحول الطقوس الى امور اصوليه، وهذا غلط مو صحيح. أخي يعني هذا مو مذهب، هذا خرافه صراحه، خرافه حبيبي. يعني انت ما كنتش بتطبر؟ ما طبرتش ولا مره؟ عمري وحياتي لان ما بقتنع بشيء. يعني شنو اطبر شو اطبر، شو اسوي؟ ثاني شيء اذا طبرت رجعت الحسين مثلا، يعني الحسين طلع على مود يطبر لو اقامه الصلاه واقامه الدعاء وايتاء الزكاه ونصره المظلوم وقضاء حاجه مؤمن، هي هاي الركائز اللي طلع عليها الامام الحسين. ما طلع يطبر، احسنت والله. ما طلع يطين. ثاني شيء مو الله سبحانه وتعالى يقول عن طريق رسوله تنظفوا فان الاسلام نظيف؟ يعني ممكن قريب من مو النظافه من الايمان؟ الطهور شطر الايمان، نصف الايمان. مو النظافه من الايمان؟ مو هيك علمونا واحنا صغار؟ زين انا من احط طين واطلع بالشارع والطم، شنو اللي اقدمه واخره؟ شنو اللي اسوي؟ شنو الاساءه؟ زين هسه عوفك من اخواننا السنه، هسه اخواننا السنه يعرفون وضعنا ويعرفون ترتيبنا. هذا العالم، هذا المجتمع اللي هو الكره الارضيه اللي ب6 مليارات، من يشوف وضعي شو يقول عليه؟ هذا مجنون. اي والله تشويه للاسلام. اي والله مجنون، يعني هاي اساءه. اي والله. زين يصعد للمنابر سب ولعن، انتم تشكون من 7 لي 40 سنه على المنابر. زين انت ليش تقلد السبابين وتطلع على المنبر وتسب فلان وعلان؟ وهذا ناس امه خلت من قومها لها ما كسبت، انت تطلع ورا 1200 سنه 1300 سنه تسب بشخصيه انت ما واصل لاظفرها. انت تدري عمر بن الخطاب، هسه هذا الرجل اللي هم عندهم مشكله عمر بن الخطاب، هم للمعلومه تاركين عثمان وتاركين ابو بكر، شويه يميلون على ابو بكر بس مكلبين بعمر بن الخطاب. تعرف ليش؟ صدقني لو ما معركه القادسيه صايره كان هسه عمر بن الخطاب يوصلونه للنجم. الله بسبب كسر، انا مثل ما اقول لك، بسبب دخول عمر بن الخطاب الى كسرى واعلان اسلامهم. وتدري هو اساسا عمر بن الخطاب مسوي فضل على الشيعه، مسوي فضل، ماكو خليفه لا قبله ولا بعده سوى فضل على الشيعه. كيف هو اللي دخل الاسلام الى ايران. الله احسنت ما شاء الله عليك. لو ما عمر مدخل الاسلام الى ايران، لحد الان المجوسيه هي الدين الاساسي لايران وما صاروا مسلمين. هم عندهم عنصريه للمعلومه، هم عندهم عنصريه، هم كرههم بعمر مو لانه كسر ضلع الزهره وما ادري شنو هاي الخرابيط، لا لانه كسر خشومهم، لان طاب عليهم وكسر خشمهم ومرغ انفهم بالتراب. ولهذا هسه يمجدون بهذا فيروز ابو لؤلؤه ما ادري من هو، وهو اساسا رجل مجوسي. زين انت هذا هسه ما تاخذك الغيره العربيه، هذا عربي هذا مجوسي، خلينا اتكلم بعنصريه، هذا مجوسي هذا عربي، انت ما تاخذك الغيره على العرب.
زين هذا خليفة مسلمين. يعني إذا هذا الرجل عمر بن الخطاب هذه الشخصية العظيمة إذا مو خوش إنسان وكيت وجميع الصفات الذميمة به، ليش علي بن أبي طالب سكت من لزم الخلافة؟ يعني ما يقبل بنشوفش علي بن أبي اجابات على طالب هذه يصير الاسئله يا اخ احمد، ما بنشوفش الاجابات. والله ما يجاوبون، نسألهم ما يجاوبون، ما يعرف يجاوب. كسر ضلع الزهرة، يا ضلع الزهرة أدري من كسره، غير رجلها واقف، يعني غير رجلها موجود. إذا ما يحمي، إذا رجل ما يحمي عن زوجته هذا ما اعترف به إمام. لا يستطيع حماية لا يستطيع حماية الولاية الصغرى. يقول لي موصى، قلت له مو مشكلة موصى ماكو إشكال، انطيني دليل الوصية مالتك وين؟ أين الدليل؟ غير يقول لك نحن اصحاب الدليل نميل اينما يميل. نعم. وين الدليل انه الرسول وصى؟ انطيني دليل، انطيني روايه، انطيني فد شيء مكتوب. ما تعرف، يعني اجوبه سطحيه، ناس ما تعرف. يعني حتى احنا زهقنا، قمنا نسكت ما نحكي لان تعب روحك. اخ احمد والله ما شاء الله، يعني مداخلتك كل مره كلامك ما شاء الله كلام من ذهب، شيعي عاقل، وانا اعلم انك لا تقبل. صدقني تفضل. صدقني شيخ الله يشهد علي، هسه انا لا تملقا ولا اقول لك هاي مالت التقيه، ما هاي الكلاوات مال التقيه. نعم. صدقني كتاب واحد للسنه ما قاري. انتم مو عندكم 9 صحائح او 7؟ يعني هو البخاري ومسلم هم الصحاح، وبعدين الكتب الستة. نعم. الصحيحين ذن ثابتين، باقي الذهبي وكذا. المهم انا تركتهم، قريت كتبهم وتركتهم، ما قريت كتب السنه. الله اكبر الله اكبر. كتبهم خرافه. يعني يطلع لي معمم هذا صباح شبر، اذا تعرفه صباح شبر معروف، كنا عاملين عنه حلقه. يقول الباذنجانه والت علي بن ابي طالب. ولدني انا اول نبته اقرت بالولايه يا احمد، اول نبته اقرت بالولايه هي الباذنجان. وفي الباذنجانه يعني شو زين، انا شلون راح اكلها؟ يلا قل لي كيف تقولها وهي ولا يعني كيف تضعها تحت اسنانك وهي والت للامام؟ انا راح اقتل اختي واقليها بالدهن واكلها، لان هي اختي بالولايه. يعني فت شغلات غريبه شيخنا والله. انا كنت عامل يا اخي احمد، كنت عامل فيديو قبل كده عن صباح شبر، والله كنت عامل حلقه كان بيقول اكل التفاح الاخضر يورث النسيان، واكل الجبن يورث النسيان. يعني حتى الجبن شكلها كانت معاديه للامام، والتفاح الاخضر. اما الباذنجان كان لانه اسود، الباذنجان اسود والعمامه لونها اسود، فشكلهم فيهم ولايه. هو يعرف العمامه السوداء اول ما لبسها العباسيين للهيبه. نعم. حتى موجود بالمقتل مال الامام الحسين، بالمقتل هذا المزعوم. هاي القصه انا هم ما اصدق بها، لان هذا ابي مخنف انا قرات عنه يعني راوي ضعيف. لوط بن يحيى. نعم. يعني هو ضعيف. يعني يقول هو بالمقتل انه الامام الحسين كان يرتدي عمامه مورده، يعني وردي زهري على قولتكم. هو يعرف انه العمامه. تعرف يا احمد ان في روايه في بحار الانوار ان الامام قال ان لبس السواد هو لباس فرعون. فليه دائما المعممين بيلبسوا اسود كده؟ يعني ليه احب الثياب الى الله البياض؟ انت هسه اذا ملاحظ هاي القوات الخاصه، السوات، التدخل السريع، حتى بمصر عندكم الجهاز الامن المركزي يلبسون اسود لاجل الهيبه. نعم. هم العباسيين اساسا لبسوا العمامه لاجل الهيبه، لا اكثر ولا اقل. طب المعممين يعني بيلبسوا اساسا، المعممين بيلبسوا الاسود. يا اخي هي اذا ظلت على العمامه سهله وبسيطه، خليه يلبسها حتى لو اخضر احمر اصفر نفس الشيء، ماكو اشكال. سهله. شوف الكارثه اللي جاي يحكون بيها. يقول لي الباذنجانه والت علي، يقول لي الشمس والت علي فاشمست، والقمر ما والى علي فاجى جبرائيل ضربه بجناحه فاظلم. تردد عن الولايه. يا مجنون يصدقها. يعني حدث العقل بما لا يعقل، فان صدق فلا عقل له. يعني بس انت انا اقول لك شيخنا قاعد هناك ببصر مرتاح وعلى راحتك تحكي، احنا شويه مخنوقين ما نقدر نسولف. لكم الله يا حبيبي، لكم الله. ونسال اي والله. يعني بس المقربين اللي شويه عنده انفتاح، صدقني صدر اي روايه للعقل سنيه او شيعيه، صدرها لعقلك، قبلها عقلك ياخذها، ما تقبلها اضربها عرض الحائط، انت تصير براسك يعني كل الخير. جزاك الله خير يا حبيبي، ما شاء الله عليك، الله يبارك لك اخي شيخنا. انا اسف على الاطاله، اسف على الاطاله شيخنا. بهذه المداخله يا طيب، بارك الله فيك. حياك وبياك شيخنا، حياك وبياك. شكرا لك يا اخي. هلا بشيخنا. حياك الله.
ما شاء الله، يعني أخونا أحمد ما شاء الله شيعي، بس شيعي عاقل. شوف ترك كل هذه الخرافات. الله يثبتك على الحق ويأخذ بيدك إلى الحق أخي أحمد ويوفقنا وإياك. طبعا كلها خرافات لا يقبل بها إنسان عاقل. أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.